وبركاته. أنا مهما أتكلم وأجمل من آيات قدام القامات الحضور، قدام الموقف المهيب، قدام الكيان العظيم، مش هقدر أوفي الوجوه المستبشرة قدام ديت والقلوب الطاهرة حقهم. عرفة عبد الرسول محمد عبد الرازق الشيخ بعرفة الحايس، ممثل 13 دولة أورو عربية في الملف المصري. مثلت مصر في ألمانيا في مؤتمر في ألمانيا خاص بذوي الهمم. بفضل الله بطل الجمهورية، رفع أثقال معاقين 5 سنين على التوالي. مؤسس وكابتن فريق سباحة معاقين المنوفية. لاعب منتخب المنوفية كرة طايرة جلوس. مرشح سابق مجلس نواب مصر 2020 ونزل في الدورة دي. وبفضل الله سبحانه وتعالى لسه متكرم أول امبارح من سيدة مصر الأولى، عظيمة عظيمات النساء المصرية وزوجة عزيز مصر ومنقذ وطن السيدة انتصار عبد الفتاح السيسي. أولا أنا جاي من المنوفية وكل فرحة وكل شغف إن أنا جاي أشوف كيان عظيم، كيان داعم للوطن، كيان داعم للشباب، كيان داعم لذوي الهمم، اسمه مؤسسة النيل العالمية للتنمية وإعداد القادة بقيادة العظيمة الأخت التي لم تلدها أمي وفخر بلادي الأستاذة سهير يوسف والعظيم الأستاذ أحمد بيك إدريس. أنا اسمحوا لي وأنا أقول لكم قدرا ومقاما وعطاء أطلق مبادرة في مظلة الكيان العظيم في اليوم العظيم أمام الوجوه الجميلة دي. أنا ملزم بكافة حقوق ذوي الهمم من حدود الجمهورية بالكامل، يقين وعهد ووعد أمام الله ثم أمامكم. بفضل الله كنت سبب في إسعاد 7000 أسرة باستخراج 7000 بطاقة. أقسمت برافع السماء ما شفت وشهم، كل اللي كان بيربطني بيهم واتس. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى المفروض إن أنا أتكلم في ملف ذوي الهمم. لا، أنا مش هتكلم في ملف ذوي الهمم، لأن ملف ذوي الهمم مع قدوم منقذ وطن عطاء الله في وقت المحنة ووقت فاصل في تاريخ مصر الحديثة، الذي كان ربان سفينة النجاة وكان خير سباق وكان خير ربان لسفينة النجاة للوطن الغالي مصرنا الحبيبة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بنعتبره أب للمصريين عامة ولأصحاب الهمم خاصة، فهو عطاء الله. أنا مش بجامل ولا بطبل ولا براقي، كلنا بنشوف يا جماعة المشاهد بره حوالينا عاملة إيه. الراجل المرحلة ديت مرحلة عسكرية بحتة، وصلنا بالقيادة العظيمة ديت لمسافة السكة أشيله من فوق وش الأرض، وقسما بالله اللي يجرب يقرب. شفنا وسمعنا ولا لأ؟ جت وصلت خط أحمر، ما تقلقوش على أمن مصر. شفنا قواعد الصواريخ، شفنا المنظومات، شفنا تعدد مصادر السلاح، شفنا الربال، شفنا السخون، شفنا الحرب الضروز على اللي بيحاربنا كلنا، واخترعنا حاجة اسمها البريكس. تحية لصانع الأقطاب من القطب الواحد إلى الثلاث أقطاب، وفي عهد الراجل دون بقت مصر قطب من الأقطاب مش قوة عربية، قطب يعتد وياخدوا بكلامه وليه بصمة، خطوط حمراء محدش بيتعداها. لا يعني لا. شفنا طبعا الآونة الأخيرة هنعدي من قناة السويس، قال له مش هخفف لك، لا ده أنا هزود عليك. عايزينك، لا مش طاري. اخواتنا يجوا سينا قال لهم لا. طب يا حاج بقى نودوهم ليبيا بقى، قال لهم ولا ليبيا. وصلنا لكلمة العافي بياكل لقمته، وده دورنا في الوقت الحالي والوقت الراهن الحياد عن دعم القيادة ومؤسسات الدولة يعد خيانة وذنب وجرم يحرم ربنا ويحاسب الناس فيه. فتحية شكر وجبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
وعموما دي عادة المصريين، لما مصر تقول ولادي كل مصري يقول بلادي. تحيا مصر. انا مش هطول عليكم رغم ان انا فعلا انا فرحان ان انا شفتكم، بس انا اعلن في مظله الكيان العظيم ده انا ملزم بكافه حقوق ذوي الهمم، ومش ان انا هيرو وعرف الحقيقه، لا انا في مظله قانون اعتبرناها شهاده ميلاد جديده لكل معاقين مصر وفارقه امل، منها بطاقه الخدمات المتكامله كقانون رقم 10 لسنه 2018 اللي انا شرفت بمقابله فخامه السيد الرئيس فيه، وكنت واحد من ال 14 اللي حطوا القانون دون، وبفضل الله انا مدعو التكريم لفخامه السيد الرئيس ومنتظر تعليمات سياديه ان شاء الله في شهر 6 اللي جاي. فتحياتي لكم جميعا واسف بالاطاله.